تعرف حضرتك عدد حالات الطلاق عندنا كام في السنة؟ عدد المطلقات قد إيه؟ عدد العوانس قد إيه؟ عدد الأطفال المشردين من الأسر المطلقة قد إيه؟ مصر ترتيبها كام بالنسبة لمعدلات الطلاق في العالم؟ احنا في أزمة كبيرة جدا، أزمة خطيرة جدا. أنا عندي يعني في السنة حوالي 5.7 مليون مطلقة في مصر. ده دول يا حضرات بعدد سكان دولة من دول الخليج الصغيرة المطلقات بس. عندي 7 مليون طفل مشرد من اللي هم ما بين الأسر اللي اتطلقوا. هتقولي طب ده علاقته ايه بالاقتصاد؟ أقول لك أنت منتظر ايه من أسرة مفككة؟ منتظر دول يبنوا دولة؟ منتظر دول يتأسسوا تعليميا وثقافيا وأخلاقيا وقيميا صح؟ مشتتين مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. خلاص ما تنتظرش إلا من رحم ربي. خلاص يا حضرات؟ إيه ده؟ عندي 15 مليون عانس بناء على الإحصاءات، تقريبا حوالي 15 مليون عانس اللي فاتهم سن الزواج. هم احنا لما نجمع الملايين دي كلها ونضيف بقى أطفال الشوارع على كذا على كذا، إيه اللي باقي؟ هو في مجتمعات بتتقدم كده؟ اوعى تفتكر ان اليابان لما تقدمت بهدم الاسره، ولا الصين تقدمت بهدم الاسره. احنا دايما يا حضرات مشغولين بالحقوق ولم نعنى بالواجبات. كلنا مشغولين انا ليا ايه؟ حقي فين؟ ولهذا لما انشانا مجلس قومي للمراه، حد سال نفسه سؤال مع احترام للمجلس واللي بيشتغلوا فيه واللي بيتعاملوا فيه، ماذا اضاف هذا المجلس للاسره المصريه؟ هو الاسره المصريه مراه فقط؟ ما احنا من يوم ما اشتغلنا بالكلام عن المراه والكلام عن كذا والكلام عن كذا مزقنا المجتمع. قاعدين نتكلم عن الحقوق. طب هل تحدث هذا المجلس يوم عن واجبات المرأة والتزاماتها؟ أهالينا اللي ما تربوش في مدرسة ولا عرفوا يعني ايه مدارس زمان، وجيل ورا جيل شربوا من معين الأسرة المصرية والقيم المصرية الأصيلة. أبهاتنا وأمهاتنا كانوا دخلوا مدارس؟ ما دخلوش مدارس، بس كانوا عارفين يعني ايه واجبات قبل ما يعرفوا حقوق. الست قبل ما بتدخل بيت زوجها مدججه ودارسه كويس قوي هي مطلوب منها ايه. النهارده للاسف كتير مننا وبالذات الامهات، لازم اقول الكلام ده بكل صراحه، بيغذوا بناتهم. عشان كده لازم الامهات يفكروا كتير قوي. الملايين المطلقات دول سبب الطلاق ايه؟ ليه كده؟ بنتنا حصلت ايه انها تحولت النهارده الى مطلقه؟ ايه اللي استفادته النهارده؟ أسرتها وحياتها واستقرارها ونظرة المجتمع وحاجات كتيرة جدا. إيه اللي استفدناه من إن إحنا نتدخل ونحشر أنوفنا في حياة أولادنا بعد ما يتزوجوا في أمور كتيرة جدا، وأظن ده واقع إحنا عايشينه على مدار عشرات السنين. سؤال: إحنا ليه مشغولين بالواجبات بالحقوق ومش مشغولين بالواجبات؟ أنا أتصور أهالينا زمان اتربوا على إن البنت أو الست تغرس في بنتها قيم إزاي تؤدي واجباتها وزوجها. النهاردة بنشوف في الفضائيات برامج وسيدات وناس يطلعوا يتكلموا في الفضائيات، الست غير مطالبة إنها تطبخ لزوجها، الست غير مطالبة إنها تنظف البيت لزوجها، الست غير مطالبة إنها معرفش. طب أمال المطالبة بإيه؟ المفروض ان الست تربي في بنتها انت هتروحي بيت زوجك هتعملي كذا ومطلوب منك كذا مطلوب منك كذا، واسعديه عشان يسعدك. ما انت لو نجحتي في اسعاد زوجك مؤكد ان هو لن يتردد في اسعادك. ما هو سعادتي من سعاده الزوج. يعني احنا النهارده وصلنا الى هذا العدد. في النهايه الاولاد المشردين دول والاسر المشرده والممزقه، الاعباء الماديه اللي احنا اثقلنا بها الاسره المصريه بسبب برضه تدخلات. انا لا اعتقد ان احنا، وانا لازم اكون صريح، يعني اغلبنا كرجال مش مشغولين باجهزه وجهاز وعفش وتشطيب وشد، كل ده كله احنا مش مشغولين بيه كرجال. لكن ليه نثقل كاهل الزوج وكاهل العريس وبالتالي يدخل مخنوق مضغوط؟ يا حضرات، عمر ما الكلام عن حقوق المرأة كان مجدي. الكلام عن حقوق الأسرة المصرية والتزامات الأسرة والواجبات قبل الحقوق، زي ما الزوج عليه واجبات الزوج عليه واجبات. طول ما احنا قاعدين لبعض كمديوك هكذا لن تستقيم الحياة الأسرية. الحياة الأسرية قائمة على المودة والرحمة زي ما قال قرآننا وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت ما نثقلش كاهل بعض. لازم يكون عندنا ذكاء فطري، الست لازم يكون عندها ذكاء والرجل كذلك، وبالتالي تستقيم الحياه الاسريه. اهالينا زمان كانوا بيشيلوا بعض، ايديهم على ايدين بعض. ما نقولش بقى لا الست مش مطلوب منها، الست مرتبه، الست ايه ده؟ احنا رايحين فين؟ في النهايه ده الحصاد. دايما يا حضرات زي ما بيقولوا بتوع الكوره جوان. الحصاد ايه؟ الحصاد ان احنا النهارده عندنا هذه المعدلات اللي انا ذكرتها. ده ايجابي ولا سلبي؟ طبعا سلبي. يبقى اذا الطريقه كانت غلط. يبقى اذا المجالس دي كلها انا شايف ما فيش مبرر. انا عندي وزاره التضامن الاجتماعي، عندي وزاره الصحه والسكان، عندي كل ده. يا حضرات لازم نتكلم على اعلان نشتغل صح، واسره ترجع تاني تتلم، ونخفف عن كاهل الاسره والضغوط بتاعه الزواج اللي احنا بنفرضها على نفسنا وتثقلنا ونستدين، ويمكن نتسجن. ناس كتيره جدا مسجونه النهارده لان الاسره المصريه هي اساس هذا الوطن. صلاح الوطن من صلاح الاسره المصريه. اتمنى تكون الرساله وصلت. اشكركم شكرا جزيلا.